الملابس لها وظيفة تتعلق بالجو. الملابس ليس لها وظيفة أخلاقية. الملابس لا تعبر عن أخلاقي. في إفريقيا والدنيا حر خالص، الرجال والنساء عريانين ومحدش بيقول له أنت عريان ليه؟ لأن الحر فكلهم عريانين. ولما كل الناس تبقى عريانة ما فيش عيب. ايه اللي بتقول عليه الست ده؟ ليه المرأة تغطى والرجل لا يغطى؟ لا، ما شيء غريب جدا. يعني أنا ليه ضد الحجاب؟ لأنه ضد الأخلاق. وبعدين المرأة لماذا تتحجب؟ كيف نفكر هنا بقى؟ المرأة تتحجب ليه؟ يقول لك عشان الرجل عينه شهوانية فيبص لها فتفسد الأخلاق. طب ما الرجل اللي عينه شهوانية ده اللي يحجب. طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش انا اكلمها. يعني ده اللي عينه تحجب المفروض او تتخلع عينه. يعني الرجل الذي ينظر الى المرأة بشهوة في الشارع ده لازم يا اما نغطي عينه يا نخلعها. لا، واثقة من نفسها، مش واخد بالها كده يعني، لانها فاسدة. هل المرأة بتبص للراجل في الشارع؟ طيب الرجل له شهوة، صح، كل واحد له شهوة. المرأة لها شهوة ايضا للرجل. نغطي الرجل بقى لان المرأة بتشتهي الرجل، لازم نغطيه رخر. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. ولذلك انا دائما اقول الابداع هو القدرة على رؤية التناقضات. هو ده